وتبقى دي احلى حاجه انت شاطر فيها. هو انتوا الاثنين حطيتوا ايديكم على الكاميرا كده مره واحده ليه؟ براين تريسي كان بيتكلم عن الشغل اللي بتحبه والشغل اللي مش بتحبه، فقال ان هم بيسالوا كل رجال الاعمال، وانتوا لو بصيتوا هنا برضو على كل الشاركس وكل الناس اللي في العالم بتعمل شغل والناس دي شاطره، وبيقعدوا يسالوهم هو انت بتشتغل قد ايه في اليوم وانت بتتعب قد ايه وهل انت بتاخد اجازه ولا لا، بنلاقي اجابات الناس دي كلها بتتمحور حوالين ان هي ما بتشتغلش اصلا، هي بتشتغلش عشان هم بيعملوا الحاجه اللي بيحبوها. فبيقول لك انت عشان تبقى ناجح في حياتك وشغلك لازم تعمل حاجه بتحبها، ولازم تعمل حاجه انت مصدقها وحاجه عندك باشن ليها عشان تعرف تنمو فيها وتعرف تدور وتعرف تكبر. يعني مثلا لو انت بتحب التصوير او لو انت عايز تشتغل في التصوير فلازم تكون بتحب التصوير، بتحب التصوير عشان تعرف تشتغل فيه ويبقى عندك باشن، تعرف ايه الكاميرات الجديده، ايه العدسات الجديده، ايه الحاجات الجديده اللي ممكن اعملها في التصوير، ايه الانوار الجديده اللي ممكن، ايه المودز الجديده اللي الناس بتعملها. لو انت بتحب التكنولوجي وراجل بتاع كودينج فلازم تبقى عارف ايه الكودز الجديده وايه علاقه الاي اي بالحاجات الجديده اللي بيقولوا عليها دي. فلو انت بتحب الكلام ده هتنمو في شغلك وهتنجح جدا 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 في شغلك. ده اللي قاله براين تريسي. فانا عايز ازود حته بقى معلش، طب لو انت ما بتحبوش ما تحبه يا اخي ما تحبه، يعني ما تحبه عشان تعرف تنمو. يعني انت مش لاقي الشغلانه اللي بتحبها ومش لاقي الحاجات اللي تخليك زي رجال الاعمال اللي تخليك قاعد كده ويقول لك انت بتشتغل قد ايه وبتاخد اجازه قد ايه، فتقول له انا ما بشتغلش لان انا ام انجوينج الحاجه اللي بعملها. طب انت مش لاقي ده وشغال شغلانه مقرفه، ما تحبها يا اخي، حبها، يمكن لما تبتدي في حبها يمكن تغرم بيها فعلا. يعني ما تدي نفسك فرصه ان الشغلانه المقرفه ولا المدير المقرف ولا الشركه المقرفه ولا العذاب اللي انت عايشه ده ومعذب نفسك بيه يمكن يتغير مجرد ما بتحب، يمكن مجرد ما تديه هو يديك اكتر، يمكن مجرد ما تفكر ان انت تنفست في نفسك وتحب وتقرا عن الحاجه دي يمكن الحاجه دي ترفلكت عليك اللي عمرك ما شفته. على فكره انا كان طول عمري نفسي اشتغل اي حاجه غير السيلز، طول عمري. اول ما ربنا كرمني كده واشتغلت في شركه اشتغلت سيلز، وكنت طول عمري نفسي بقى ابطل انزل عند كلاينتس واروح اقول لهم عايز فلوس، كنت طول ونفسي اقعد على مكتب، وطلعت حمار والله العظيم. انا ما قررتش احبه بس انا لقيت نفسي في امر واقع، وكان عليا حاجات كتير قوي هي اللي بتزقني ناحيه ان انا لازم انزل ولازم اكمل في شغلي ولازم ابيع ولازم ولازم ولازم. فحبيته وحبيته بقى، والحمد لله ان انا حبيته، لان انا كنت اشتغلت اي شغلانه تانية في حياتي ما كنتش وصلت لحاجه بربع جنيه من اللي انا وصلت لها، وده كان عشان ما كنتش بحب السيلز وقررت ان احب السيلز. على فكره كل بتوع ريل استيت كده، كل بتوع ريل استيت قرفان وزهقان ومش عارف ومش عايز وبيتقفل السكه في وشه لحد ما يبيع ب 40 مليون او يبيع ب 200 مليون فيبقى ماسك مليون، فاقول لك دي احلى شغلانه ولا ايه؟ ده احلى عميل ولا ايه؟ ويبقى هيموت نفسه مستني يجري تاني وتالت ورابع وخامس على العميل ابو 40 او ابو 200 مليون واتس ايفر، او عشان يكسب عربيه. فجرب حب اللي بتشتغله، عشان لو حبيت اللي بتشتغله ده هيرفلكت عليك. عمرنا هنعمل مجهود ونجيب صفر، عمرنا ما هنعمل افورت في ان احنا نشتغل على نفسنا ونحب حاجه او ندي حاجه حجمها ما تعملش ريفلكت علينا بنافع وبفايده.